ليه ما تاخد بالتجربة التشادية؟ الزغاوة في تشاد كان عددهم حوالي 2% تقريبا، 1.5 ل 2%. لكن لما تولد سلطة الرئيس إدريس دبي وهو من مكون الزغاوة، هاجر عدد كبير جدا من الزغاوة من الكاميرون، من أفريقيا الوسطى، من النيجر، من السودان إلى تشاد. فارتفع العدد، يعني بعضهم يقول 4% والبعض يتحدث عن 6%، لكن بقى كتلة صلبة ومؤثرة في تشاد. فليه ما يتبعوا الحكاية دي في السودان؟ يدفعوا القبائل العربية للهجرة للسودان. ليه السودان؟ السودان أراضي واسعة وحدود مفتوحة، والبقارة تحديدا بيتحركوا بهذه الحدود بلا رقابة وبلا يعني بلا، خلينا نسميها بلا قيود.